اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وهنا يا رب. يلا بقى هعمل معاكم طريقة سابليه تحفة قوي يا جماعة. انا بقالي سنين قبل ما افتح القناة بتاعتي وانا بعمل الطريقة دي دايما، وبسم الله ما شاء الله عمرها ما خذلتني. كل مرة بتنجح معايا، تبقى كل مرة أحلى من التانية. بسم الله ما شاء الله. عندي بقى هنا جبت نص كيلو زبدة كريستال، وعندي فانيليا سايلة، وعندي 3 صفار بيض وبيضة كاملة، وعندي كوباية سكر بودرة، وعندي 6 كوبايات دقيق بس نخلاهم بس 5 مخلياهم في الطبق عندي، وكوباية تانية زيت. اهم حاجة بقى الزبدة عندكم بتطلعوها وبتسيبوها بدرجة حرارة الغرفة عشان تبقى طرية معاكي وسهلة معاكي في الضرب. اهم حاجة بقى لو ما عندكيش مضرب كهرباء عادي حبيبتي كملي عادي بالمضرب اليدوي عادي، مفيش اي مشكلة. اهم حاجة بقى هنا لو وصلتي الفيديو لحد هنا ما تنسيش بقى تشتركي في القناة واللايك الحلو بتاعك، وتصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. وكمان حابة اقول حاجة، انا حابة اشكر اللي بيتفرجوا عليا، وحابة اشكر اللي بيعلقوا لي في الكومنتات، وكمان حابة اقول لهم شكرا ليكم انكم بتشجعوني وبتكتبوا لي كومنتات حلوة بتشجعني. شكرا على دعمكم ليا وتشجيعكم ليا. وبس كده حبيت اشكركم. خلاص بقى بنضرب بقى الزبدة كده. الزبدة عندي هنا كانت يعني مدوخاني شوية عشان هي كانت فكة من فوق وكانت مجمدة من تحت، وانا اشتغلت فيها على طول. فطبعا سيبيها تفك براحتها وتشتغلي فيها عادي. هنا بقى خلاص بضرب بقى بالمضرب الكهربائي اللي عندي لغاية انا عايزة الزبدة بتاعتي تبقى لونها فاتح خالص. انا بقى لو لاحظتوا انا ما كانش في المقادير بتاعتي بيكنج باودر خالص. انا ما بستخدمش بيكنج باودر خالص يا جماعة، ولا حتى في البوتيفور. خلاص بقى ضربت كده الزبدة بتاعتي ونزلت عليها بالبيض اللي عندي. اهم حاجة 3 صفار بيض وبيضة كاملة. وطبعا بعد ما نزلت بالبيض على طول طبعا فانيليا. نوع الفانيليا اللي وريتهولكوا في الفيديو ده حلوة قوي، انا بستخدمها دايما. تحفة صراحة، مش بتخلي ريحة زفارة بيض خالص، مع ان انا حاطة صفار بيض اكتر. صدقوني مش هتشموا اي ريحة زفارة للبيض خالص. تمام. هنا بقى كده كل مرة كده بالمعلقة اللي عندي بجيب كده الجناب اللي في الطبق. انتوا لو سبتوا الزبدة تفك شوية مش هتدوخكم خالص زي ما المضرب كان مدوخني كده. اهم حاجة تضربوا الزبدة كويس عشان لونها يبقى فاتح كده والمقدار بتاعكم يظبط. انا يا جماعة على طول بعمل الكيلو بجد. انتوا لما هتجربوا الوصفة دي بجد هتندموا انكم عملتوش الكيلو كله. انا بس قلت اجرب لكم نص كيلو عشان تعرفوا ان هو بينجح بسم الله ما شاء الله. جربتي الطريقة بتاعتي انا هتنجح معاكي، ومش هتضطري تعملي اي وصفة تانية غيرها. هنا بقى بضرب طبعا الزبدة كويس، لازم اضرب الزبدة كويس عندي مع البيض. هنا بقى نزلت كوباية السكر بودرة اللي عندي، كوباية واحدة بس مش اكتر، علشان البسكوت ما ينفش معاكم والوصفة تبوظ. هي كوباية سكر واحدة بس. طبعا هتكوني معبراها وهتضربيها في الكبة بتاعتك، هتعبريها تاني هتلاقي نفس الكوباية اللي انتي ضرباها. هنا بقى ايه بس كده لميت بس كده بايدي قبل ما اضرب بالمضرب السكر البودرة عشان ما ينطرش بره. هنا بقى لسه بوريكوا لسه مرحلة برضو. هنا بقى عندي ربع كوباية زيت. ربع كوباية الزيت دي اللي هتخلي البسكوت
هو بسكوت ناعم بس هيبقى ماسك نفسه ومش هيتفرفت معاكي. علشان ربع كوباية الزيت دي ما تخافيش، ربع كوباية الزيت مش هتبوظ لك الوصفة ولا هتطلعه ناشف ولا اي حاجة. احنا كده كده البسكوت هيطلع معانا ناعم عشان احنا حاطين صفار البيض. صفار البيض بينعم البسكوت جدا. عشان كده كمان حطيت بيضة كاملة عشان البسكوت ما يكونش ناعم معاكي زيادة عن اللزوم. برضو بقى بنفضل نضرب كده المكونات اللي عندنا طبعا، وكل مرة بنلم برضو الجوانب اللي في الطبق عشان لو في سكر او في اي حاجة كله ينضرب مع بعض. كمان بقى انا حطيت معلقة كاستر بس الكاميرا ما جابتهاش. انتي لو عندك كاستر حطي معلقة، بيخلي لون البسكوت ذهبي وحلو قوي. هنا طبعا بقى برضو بكمل ضرب عندي عشان انا قلتلكوا عايزة الزبدة يبقى لونها فاتح جدا متغيرة، يبقى لونها مايل كده للابيض. تمام. هنا برضو بوريكوا كده لسه برضو بضرب فيها. هنا خلاص بقى بصوا قوام الزبدة بتاعي، انا عايزة القوام ده. شوفوا لونها بقى فاتح ازاي عن اللون عن الزبدة ما احنا كنا حاطينها. هنا خلاص بقى الزبدة عندي بقى بقت لونها فاتح. بنزل بقى هنا بالدقيق واحدة واحدة، مش بنزل بيه كله. انا استخدمت زي ما قلت لكم 6 كوبايات دقيق بس مش بتنزلي بيهم مرة واحدة. طبعا الدقيق بيختلف، كل دقيق بيختلف عن التاني. ممكن الدقيق بتاعك انت البسكوت المقدار ده ياخد اكتر من 6 كوبايات دقيق، وممكن ياخد ال6 زي ما انا عملت. بس اهم حاجة مش بتنزلي بالمقدار كله، بتنزلي واحدة واحدة. هوريك القوام في الاخر اللي المفروض توصلي للعجينة ليه الصح ازاي. هنا بقى بفضل انا واحدة وبقلب كده بالمعلقة الخشب بتاعتي لغاية اما احس ان العجينة خلاص بدأت تلم. بشتغل بقى بايدي عادي بس مش بشتغل بايدي من الاول خالص عشان كمان يعني بتبقى الزبدة طبعا طرية وكده هتبهدلي ايدك يعني وكده. فطبعا بالمعلقة الخشب كده بتقعدي بقى تقلبي واحدة واحدة وتنزلي بالدقيق واحدة واحدة لغاية اما العجينة تمسك معاكي زي ما قلتلك. هنا بقى برضو بنزل بقى بالكمية الدقيق اللي عندي. هنا قلتلكوا 5 كوبايات دقيق ومخلية كوباية على جنب، مش بنزل بالكمية كلها، بنزل واحدة واحدة. اهم حاجة ما تستعجلوش وتحطوا كمية الدقيق كلها. الوصفة بتاعتكم طبعا بتبقى طبعا الوصفة بتاعتنا مكلفينها، فما نستعجلش ونحط حاجة ونبوظ الدنيا. هنا بقى بوريكم لسه العجينة طرية فمحتاجة شوية. هنا بقى كوباية الدقيق اللي انا مخلياها على جنب عندي مش بحطها برضو كلها خالص، انا بحط كمية بسيطة. كل ما العجينة خلاص تحتاج مني بزود لها. انتوا تحسوا ان المقادير كتير وتحسوا مثلا ان هي بتاخد وقت والكلام ده، والله يا جماعة مش بتاخد وقت منكم خالص خالص. وانتي واقفة كده هتعمليها على طول. انا بقى برضو لقيت العجينة لسه محتاجة، برضو بكمل بقى ان انا احط لها بقى الدقيق اللي عندي. خلاص كده انا بقى زودت لها اخر شوية دقيق عندي خلاص. وبصوا بقى يا جماعة العجينة كده انا مش بعجن جامد، انا بس بلم كده من الجناب. تمام. بدخل بس الدقيق فيها كده وهوريكي دلوقتي العجينة اللي المفروض توصلي لها صح. خلاص بقى كده لميت العجينة بتاعتي، ده القوام الصح اللي انا عايزاه. العجينة لما تلاقوها صح وناجحة معاكم العجينة مش بتشقق خالص. العجينة بقى بسم الله ما شاء الله طرية بس مش بتلزق في ايدي خالص، مش ناشفة معاكي، لا طرية بس مش بتلزق في ايدي. هاخد بقى العجينة دي كده واريحها في التلاجة لمدة نص ساعة، ربع ساعة نص ساعة. كل ما العجينة دي بترتاح بس مش اكتر
بتاخدي نتيجة حلوة قوي. خلاص بقى كده ريحت العجينة نص ساعة في التلاجة، بطلعها بسيبها تهدى بس كده 5 دقايق، وبعد كده بفردها. باخد بقى رشة دقيق كده صغيرة مش كتير، علشان برضو المقادير لما هتزودي دقيق كتير طبعا المقادير هتختلف معانا. انا طبعا باخد العجينة مش بلمها بعد ما اطلعها من التلاجة، لا انا باخد منها حتة حتة كده، ومش بعجنها خالص، بفردها كده على الرخامة، ورشة بس دقيق كده من فوق عشان ما تلزقش، بس العجينة ما تلزقش معايا في النشابة بتاعتي. تمام. بنفرد بقى العجينة كده على مهلنا، احنا عايزين سمكها حلو مش رفيع. بصوا هنا العجينة اتقطعت عادي، بكمل بايدي ولا اي حاجة، بتلموها كده مع بعض وخلاص. و... وبجمعها يعني بعملها بايدي. خلاص بقى اي قطاعة عندك هتقطعي بيها. انا عندي قطاعة الكحك دي، لو ما عندكيش قطاعة عادي بفنجان، او بتقطعيها بالسكينة عادي مكعبات، بس انا عندي القطاعة طبعا فبقطع بيها. انا بحب الشكل المدور ده قوي صراحة، فبحب طبعا اعمل الشكل المدور ده. خلاص بقى قطعت باقي العجينة، انا مش بعجنها، انا بلمها كده زي ما انتم شايفين في الفيديو. اهم حاجة ما تعجنوش العجينة، ما تلموها يعني تاخدوها كده تعجنوها، لا تلموها بس، عشان البسكوت كله يطلع عندكم ناعم وحلو قوي. بصوا بقى كده انا خلاص بقى كده قطعتها بالشكل اللي انا عاوزاه، وطبعا ببدأ ارصها عندي في الصاج. لما بخلص الكمية بحط طبعا تاني واقطع تاني لغاية ما اخلص الكمية اللي عندي. اللي انا بقى بلمه ده مش بشتغل بيه على طول، لا انا بلمه بسيبه في الطبق في جنب، وباخد عجينة، وبعد ما بخلص العجينة التانية باخدها، يعني بريحها كده ايه 6 ثواني. هو والله مش بياخد وقت معاكم خالص في الفرد والتقطيع. انا بعمل بسرعة، بس انا مبطئلكوا ايدي علشان تشوفوا كل حاجة معاكم، لكن انا بقطع بسرعة عادي، يعني بوقف الفيديو وبقطع عادي الكمية بتاعتي كلها بسرعة. فطبعا الوصفة ما خدتش مني وقت خالص. عفوا. خلاص جبت برضو عجينة تانية، وبوريكوا برضو تشكيلها سهل جدا. على طول كده بتفردوا العجينة بسم الله ما شاء الله طرية وحلوة، فبتتفرد معاكم بسرعة. بصوا لما بلاقي النشابة اللي العجينة لزقت فيها بحط رشة دقيق صغيرة جدا. تمام. خلاص بقى النشابة مثلا بتلزق فيها او مش مساعداه، وبكمل عادي بساوي العجينة وبكمل التقطيع عادي. هنا برضو بقطع بقى نفس الكمية اللي معايا برضو. بصوا بسم الله ما شاء الله بتتقطع بكل سهولة. مش قادرة اقول لكم طعمها حكاية، والله طعمها تحفة. كل اللي جرب مني الوصفة دي ودقها بيشكر لي فيها جدا، وبيقول لي حلوة قوي وبسم الله ما شاء الله ناجحة، وهي فعلا طعمها تحفة. هنا بقى خلاص خلصت الصاج بتاعي بقى، بدخلها بقى على درجة حرارة 180، ومش بتاخد وقت خالص، بتاخد 10 دقايق. هنا بقى بصوا لون البسكوت تحفة ازاي، تحفة ما شاء الله، دايب دوبان. بصوا طبعا باين في الفيديو دايب معاكم وماسك نفسه في ايه في نفس الوقت. هنا بقى خلاص دي مش الكمية بتاعتي كلها طبعا، دي الكمية اللي بردت عندي وفي كمية تانية. اهم حاجة بتطلعوا البسكوت بتاعكم بتسيبوه يهدى خالص في الصاج، مش بتلمسوه خالص لغاية اما يهدى، ولما بيهدى طبعا بتشيلوه من الصاج. هنا بقى يا حبيبتي لو عايزة البسكوت سادة بيبقى طعمه تحفة عادي بتخليه. انا بقى صراحة بحب اعمله بالشوكولاتة، بحب ازينه بالشوكولاتة، يعني مش بنحب ناكله سادة قد كده يعني. جبت بقى عندي قالب شوكولاتة سما،
شوكولاتة سما تحفة يا جماعة، وناجحة جدا ومش بتسيح خالص معاك وحلوة قوي. بجيب بقى حلة عندي وبحط فيها مية مغلية وبسيبها على النار وبهدي، اهم حاجة بتهدوا عليها، ومعلقة زيت كبيرة، وبسيح الشوكولاتة بتاعتي. بص بقى منظرها تحفة ازاي، معلقة زيت واحدة مش اكتر. وبقى البسكوت اللي عندي طبعا بعد ما بقى هدي خالص بحطه بقى في الشوكولاتة اللي عندي بالمنظر ده. انا هنا عندي جبت مفرش التلاجة ده، وبطلع عليه البسكوت وبحطه عليه. ما عندكيش المفرش ده، كيس تلاجة، بس اهم حاجة ما تاخديش البسكوت بالشوكولاتة كده وتحطيه على طبق او صينية، هيلزق معاكي. لا، لازم لو ما عندكيش مفرش عادي بتحطيه على كيس تلاجة عادي، اهم حاجة تحطوه على حاجة مش تحطوه على الصينية على طول. هنا بقى كده طبعا بزين بقى بالشوكولاتة بتاعتي، وبصفي الشوكولاتة الزيادة كده بالشوك زي ما انتوا شايفين كده في الفيديو، لغاية اما اخلص الكمية اللي عندي. لو في الشتاء طبعا بتسيبوه عادي البسكوت الشوكولاتة بتمسك، لو في الصيف بنحطه في التلاجة بس كده 5 دقايق. طبعا انا عشان في الجو يعني بدأ يسقع وكده، فالشوكولاتة عندي مسكت على طول. بتفضلوا بقى كده تكملوا الكمية اللي عندكم بنفس الطريقة دي. انا تاني يوم طبعا فضل عندي بسكوت سادة طبعا كتير، فجبت شوكولاتة بيضة وسمرة. بحب بقى التزيين ده عن البسكوت ما يبقى سادة كده، وبعمل بيه يعني احط مثلا في شوكولاتة سمرة واعمل خطوط بالشوكولاتة البيضة، احط مثلا في شوكولاتة بيضة واعمل خطوط بالشوكولاتة سمراء. بحب الشكل ده قوي. بص بقى البسكوت بتاعنا تحفة ولونه تحفة ازاي. عندك بقى البسكوت السادة والبسكوت اللي بالشوكولاتة، وكمان دي برضو فكرة تانية، آه بسكوتة عادية وبتحطي عليها معلقة شوكولاتة بس من فوق. فليكي بقى الاختيارات، تسيبيه سادة تعمليه بالشوكولاتة كله، او تعمليه زي ما انا وريتك في الفيديو البسكوت عليه معلقة شوكولاتة واحدة. ما شاء الله ريحته تحفة، مش قادرة اقول لكم على ريحته وطعمه، بيدوب في البق، تحفة تحفة تحفة. اهم حاجة بقى ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات عليه افضل الصلاة والسلام، وتكتبي لي كومنت حلو كده تشجعيني بيه. وكمان ما تنسيش تشتركي في القناة بتاعتي وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واللايك الحلو بتاعك. وبس كده اكون خلصت الفيديو بتاعي معاكم، واسيبكم في حفظ الله ورعايته، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.